حبايبي قبل ما يبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي الأول، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص لفيلم مليان بالأكشن والإثارة. تعالوا نشوف أرفيند السفاح إزاي هيخلص على مراته وولادها. بس تفتكروا هيعمل كده كمان مع لكشمي ولا لكشمي هتقدر تنجى منه؟ طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا بأرفيند وهو بيقص شعره وبيحلق دانه وبيشيل اللانسز اللي لابسها وبيغير شكله تماما، وبيحط كل الفلوس والمجوهرات اللي في البيت جوه شنطته، وبيلم كل الصور اللي ليه مع مراته وبيولع فيها. وبنرجع بالأحداث لورا عشان نفهم هو ليه بيعمل كده. وبتقول له مراته جيسي انا اتجوزتك باستعجال من غير ما اعرف اي حاجه عن ماضيك، وتصرفاتك كلها غريبه، ده غير ان معظم الناس بيندهولك باسماء مختلفه، انت ايه حكايتك بالظبط؟ فبيقول لها ارفيند ولا حكايه ولا حاجه، اسمعيني بس. لكن هي بترفض انها تسمعه، وبتقول له انا هتصل على عمي الكبير علشان يجي يحقق معاك. فبيشد ارفيند التليفون من ايديها، فبتغضب جيسي جدا وبتزق توقعه على الارض. فبيقوم ارفيند من على الارض وبيظهر انه مش معاق زي ما كان بيمثل عليها، وبيضربها بالعكاز في وشها، وبيفضل يضرب فيها بالرجول في بطنها، وبيخنق ابنها لحد ما بيموته، وبيموت الداده كمان، وبيخنق بنتها. وبتقوم جيسي وبتكسر ازازه على راسه، فبياخدها ارفيند منها وبيطعنها في بطنها يموتها. وبنرجع للحاضر تاني، وبيجمع المجرم ارفيند الاربع جثث وبيحطهم جنب بعض، وبيرن جرس الباب، وبيفتح ارفيند وبيلاقي عامل الصحيفه عاوز الفاتوره، فبيدخل يجيب له الفلوس، وبيبص العامل من ورا الازاز فبيشوف الدم ده على الارض، فبيدخل يبص من جوه وبيلاقي الجثث على الارض، فبيتخض وبيبص يلاقي ارفيند في وشه، وبيقتله ارفيند هو كمان وبيحطه جنب الباقيين. يخرب بيتك سفاح، وبيسيب القنبله دي في البيت وبيخرج يمشي، وبينفجر البيت باللي فيه، وبيعمل ارفيند حادثه على الطريق. وبتمر فتره وبيفضل يتنقل ارفيند من بلد لبلد، وكل بلد بيكون ليه فيها ضحيه. وبنروح على اوتي، وبترجع الام دي من شغلها على الكوخ بتاعها اللي بيكون موجود في الغابه، وبيكون ابنها الصغير بيلعب بالكره بره، وفجاه بيهجم عليه نمر عشان ياكله. فبتجري الام وبتشيل ابنها وبتدخل بيه جوه، فبيدخل النمر وراهم، وبترمي الام ابنها من الشباك علشان تنقذه، والنمر بياكلها هي. وبيروح ارفيند عشان يقابل ضحيه جديده اسمها لكشمي، وبتكون لكشمي غنيه جدا وبتعمل مقابلات مع شباب عاوزين يتوظفوا. ولما بتبص لكشمي في كاميرا المراقبه بتشوف ارفيند بيساعد الست دي وبيشيل ابنها عنها علشان تدخل هي تعمل المقابله، فبيعجبها موقفه جدا، وبتدخل الست وبتعمل المقابله بتاعتها، وبتدي لكشمي شهادتها، وبتقول لها انا جوزي متوفي ومحتاجه الوظيفه دي جدا عشان اقدر اعتني بابني. فبتتاثر لكشمي بكلامها وبتركز مع ارفيند وهو شايل الطفل. وبيدخل ارفيند يعرف لكشمي على نفسه، وبيقول لها انا من مومباي ومعايا ماجستير في اداره الموارد البشريه. فبتقول له على فكره عجبني موقفك جدا مع الست وابنها. فبيبتسم لها، وبتبص لكشمي على القايمه وبتقول له اسمك مش موجود، هو انت مش جاي علشان الوظيفه؟ فبيقول لها وظيفه ايه؟ انا جاي عشان اتجوزك. فبتقول له انت مجنون وشكلك مش عارف انا مين. فبيقول لها مين اللي قالك كده؟ انا اعرف عنك كل حاجه، وبالرغم من كل الثروه اللي عندك دي حياتك مليانه بالحزن بسبب ان جوزك مات من سنتين. وبعدين انا عاوز اقولك ان انا ما جيتش هنا من نفسي، لكن انا لقيتك نشره اعلان على موقع الجواز انك عاوزه عريس. فبتقول له الظاهر ان في سوء تفاهم، وحد من عيلتي نشر الاعلان ده من غير ما يقول لي، انا اسفه جدا على ازعاج حضرتك. وبتطلب من السكرتيره ديزي انها تديله نفقات سفر ورايح جاي. فبيقول لها ارفيند انا مش عاوز فلوس، ولو حابه انك انت فعلا تساعديني وظفي الست اللي معاها ابنها دي لانها اكتر واحده محتاجه للوظيفه. فبتقول له حاضر، وبتحس ان هو شخص كويس جدا. وبترجع لكشمي على البيت وهي مشروره جدا، وبتزعق لاختها نيسيا لان هي اللي نشرت الاعلان. فبتقول لها نيسيا وايه المشكله؟ انا شفت صوره العريس وشكله وسيم جدا، ما توافقي عليه بقى؟ فبتقول لها لكشمي لا، لاني مش متخيله اي حد ياخد مكان جوزي. فبتقول لها نيسيا فكري تاني، لاني هسافر امريكا لما اتجوز وهستقر هناك، وانتي هتبقي عايشه هنا انتي وبنتك لوحدكم، وانا شايفه ان ارفيند احسن واحد هيعتني بيكم. فبتقول لها ماشي هفكر يا ستي. وبتدخل لكشمي تطمن على بنتها وبتلعب معاه، وبتتصل واحده مجهوله على ارفيند وبتساله عملت ايه مع لكشمي. فبيقول لها خطتي فشلت، لكن ما تقلقيش انا عندي خطه بديله. فبتتنرفز عليه جدا وبتقول له انا ماليش دعوه بالكلام ده، واهم حاجه عندي انك تقرب من لكشمي باي طريقه والا هدمر حياتك كلها. وبتلعب ميتو بنت لكشمي استغمايه مع اصحابها، وبتنشغل مامتها عنها في التليفون، وبتلاقي ميتو لعبه اترمت جنبها، فبتروح علشان تاخدها. بتلاقي اللعبه بتتحرك، فبتمشي وراها، وبيكون ارفيند هو اللي بيسحبها. وبتتخض ميتو لما بتلاقيه واقف قدامها بقناع، وبتنادي على مامتها بصوت عالي. فبتجري لكشمي تدور عليها، فبتلاقيها بتغرق في البحر. وفجاه بيظهر ارفيند
ارفيند بعد ما غير هدومه وبينط عشان ينقذها، وفعلا بينقذها وبياخدها على المستشفى، وبيواسي لاكشمي وبيعمل الدكتور لميتو الاسعافات اللازمه وبيطمنها عليه. وبتقابل لاكشمي ارفيند في الكافيه وبتشكره بشكل خاص وبتساله انت ما رجعتش على مومباي ليه؟ فبيقول لها في الحقيقه انا لما شفت صورتك على موقع الجواز وقعت في حبك من اول نظره، مع اني كنت رافض موضوع الجواز ده تماما، لكن لما رفضتيني قررت ان انا استقر هنا واشوف لي اي شغلانه. فبتقول انت مش محتاج تدور على وظيفه لان انا فعلا محتاجه مدير في مصنعي، ايه رايك لو تشتغل معايا وتقعد في بيت الضيافه اللي في المصنع؟ فبيقول لها موافق طبعا. وبتعرف لاكشمي الموظفين على ارفيند بصفته مديرها الجديد، وبتقول له السكرتيره ديزي فين الملف بتاعك علشان اسجل بياناتك؟ فبيقول لهم ارفيند انا ما جيتش هنا بنيه العمل وعلشان كده ما جيتش اوراقي معايا، لكن لو مصممين على اوراقي ادوني بس فرصه 10 ايام وانا هقدمها لكم. فبتقول له لاكشمي مفيش داعي، دي كلها شكليات. وبيبص ارفيند على صوره سوبو اخت لاكشمي الوسطانيه وهو داخل مكتبه، وبنرجع بالاحداث لورا وبتظهر سوبو وهي في حمام السباحه وبتطلع تصحي ارفيند، وبيقوم ارفيند وهو مخضوض وبيقول لها انا فين وانت مين؟ فبتقول له انا سوبو اللي انقذتك من الحادثه وانت كنت فاقد الوعي والسواق مات، ولقيت شنطتك مفتوحه وكان فيها فلوس ومجوهرات كتير وجبتك على هنا وعالجتك لاني كنت طالب الطب وعدى 12 يوم على وجودك هنا. فبيشكرها ارفيند وبيقوم يغير هدومه عشان بيكون عاوز يمشي، وبتديله سوبو شنطته وبتقوله تقدر تطمن على اللي فيها. فبيقول لها استحاله اشك فيكي طبعا بعد كل اللي انت عملتيه معايا ده، وبيشكرها. فبتقول له سوبو هتعمل ايه لو خرجت من هنا والشرطه قبضت عليك؟ فبيقول لها ارفيند طب وليه هيقبضوا عليا؟ فبتقول له لانك قتلت كل عيلتك. فبيتوتر ارفيند وبيقول لها انت اكيد فاهمه حاجه غلط. فبتقول له بجد؟ طب روح بص من الشباك كده. فبيبص ارفيند من الشباك وبيلاقي بيته اللي فجره، وبتقول له سوبو انا جارتك من سنتين ومراتك جيسي واولادها كانوا يعرفوني كويس قوي، ولما قابلت جيسي واحنا بنتسوق عرفتني انها اتجوزت من شخص معاق لكنه لطيف جدا، ولما شفتك مره من البلكونه واكتشفت انك مش معاق بدات اشك فيك وعرفت انك بتخطط لحاجه، عشان كده قررت ان انا اراقبك وصورتك وانت بتقتل جيسي واولادها. وبتوري له الفيديو اللي هي صورته له وبتقول له انا ما يهمنيش كل ده لان من الواضح كده ان القتل ده مهنتك، وانا بقى كان نفسي ان انا الاقي واحد زيك من زمان. وبتهدده انه لو ما نفذش اللي هي عاوزاه هتبلغ عنه الشرطه. فبيسالها ارفيند انت عاوزه ايه؟ فبتوري له سوبو صوره لاكشمي وبتعرفه انها اختها الكبيره وان نيسايا اختهم الصغيره، وبتوري له صوره ميتو وبتقول له احنا من اغنى العائلات في اوتي ولاكشمي اختي هي اللي ماسكه كل حاجه، وعلى الرغم من انها لطيفه جدا لكنها صارمه جدا وفي نفس الوقت ما تعرفش اي حاجه عن العالم الخارجي لان حياتها من البيت للشغل ومن الشغل للبيت وبس. انما انا عكسها تماما، بحب العالم كله وبحب عيشه الحريه، ولان بابا ما كانش عاجبه حياتي خلى لاكشمي هي الوريثه الشرعيه لكل املاكه، والكلام ده عمله قبل ما يموت. ولما طلبتها بحقي رفضت انها تديهولي وقالت لي تعالي عيشي معايا هنا في اوتي وانا ههتم بيكي، لكن انا رفضت وبقالي سنه ونص مقاطعاها وبتبعت لي مصروف شهري كاني بشحت منها بحجه انها خايفه على املاكي، وعلشان كده انا قررت ان انا استحوذ على كل حاجه واخلص منها. وبيخطط ارفيند وبيوصل للاكشمي زي ما شفنا، وبنرجع للحاضر تاني وبتكون سوبو مدمنه مخدرات وبيتصل ارفيند عليها وبيعرفها ان لاكشمي وظفته في المصنع. فبتقول له تمام حاول بقى انك تنجز مهمتك في اسرع وقت والا انت عارف انا هعمل ايه. فبيقول لها انا عارف يا اختي عارف، وبيقفل معاها السكه. وبيفضل ارفيند يراقب لاكشمي طول الوقت وبيحاول يقرب منها بكل الطرق، وبيعرف انها كل اسبوع بتروح تقضي يومين مع عائلتها في بيت الضيافه في منسوجودي. وبيتصل ارفيند على سوبو وبيعرفها، فبتقول له سوبو ان مفيش امن هناك ودي فرصه كبيره جدا ليك وتقدر تروح تخلص عليهم هناك. وبيروحوا سكان الغابه للاكشمي وبيقول لها العجوز ده ومراته ان النمر اكل ابننا الوحيد اللي كان بيعولنا، فبتقدم لهم لاكشمي تعويض وبتقول لهم من هنا ورايح انا هكون مكان ابنكم وهتكفل بيكم. فبيقول لها ارفيند انت مهما دفعت لهم الفلوس عمرها ما تعوضهم عن ابنهم ابدا، ولو انت فعلا عايزه تساعديهم هم او غيرهم لازم تصطادي النمر ده. فبيقولوا له حراس الغابه احنا حاولنا بالفعل نصطاده كتير لكن ما عرفناش. فبيقول لهم ارفيند على خطه عشان يصطادوه بيها. فبتقول لهم لاكشمي ابداوا في تنفيذ الخطه وانا هدعمكم. وبتاع لاكشمي في حب ارفيند لما بتحس ان قلبه طيب قوي كده وبتعترف له بمشاعرها وبتقول انا موافقه اتجوزها. فبيفرح جدا ارفيند وبيحضنها وبيتمموا الجواز وبيقضوا وقت رومانسي جدا مع بعض. وبيتصل ارفيند على سوبو وبيقول لها انا عندي اخبار كويسه ليكي، انا ولاكشمي اتجوزنا. فبتقول له الاخبار دي كويسه ليك انت مش لي انا لان انا ما يهمنيش غير الفلوس وموتها وبس. وبتتنرفز عليه لانه مش راضي ينجز في المهمه وبتقول له قدامك شهر واحد بس ولو ما خلصتش عليهم فيه انا اللي هخلص عليك انت. وبيهاجم النمر ساناجيا في الغابه وبيجرحه في ظهره وبيقدر ساناجيا ان هو يهرب منه فوق الشجره. وبيتصل على الحارس سريش علشان يجي ينقذه منه وبيجري سريش وبيقول لارفيند. فبيقول له ارفيند بلغ اسم الغابه بسرعه وحصلوني على هناك. وبتكون لاكشمي خايفه عليه جدا وبيوصل ارفيند والحراس على
على ساناجيا وبيحاولوا انهم يصطادوا النمر، لكن مش بيعرفوا، لكن بينجحوا في انقاذ ساناجيا. وبتقول لك شميل ارفند انت ليه بتخاطر بحياتك مع ان متخصصين الغابه نفسهم ما عرفوش يصطادوه؟ فبيقول لها يعني كنت عاوزاني اسيبه ياكل ساناجيا؟ وبيبدا يجهز ارفند الغابه مع العمال لاصطياد النمر، وبيحط دميه على شكل بني ادم جوه قفص حديد. وبتقول لك شميل ارفند اللي عملته النهارده ده رسم الامل على وشوش الناس كلها، وانا فخوره بيك جدا، لكن خايفه عليك جدا، خايفه ان انا اخسرك لاني ما عنديش القوه ان اتحمل خساره تانية. فبيطمنها ارفند وبيناموا. وبتصحى لكشمي في نص الليل وبتخرج شكاره من العربيه وبتاخدها على مخبأ سري، وبيشوفها ارفند وبيصورها، وبيرجع بسرعه على الاوضه قبل ما لكشمي تشوفه، وبيستنى ارفند لحد لكشمي ما تنام، وبيقوم يجيب شنطته من العربيه وبيخدر لكشمي واختها وبنتها، وبيشيل لكشمي وبياخدها عند الباب السري وبيفتحه ببصمتها، وبيدخل وبيشوف ايه اللي جوه الشكاره، وبيلاقي فلوس كتيره جدا ومجوهرات ووثائق الملكيه. وتاني يوم بتقول لكشمي لاختها المحاسب امبارح جاب لي 10 قارور وكنت ناسياهم في العربيه، لكن الحمد لله افتكرتهم بالليل ودخلتهم القبر وارفند كان نايم، ولما يروح المكتب هننزل عشان نعدهم سوا. فبتقول لها ماشي. وبتشوف لكشمي ارفند وهو متضايق جدا، وبتروح تساله مالك، فبيكذب عليها وبيقول لها صديقي شكتي عنده مشكله ومحتاج 50 كهس علشان يقدم لاخته في كليه الطب النهارده، وطلب مساعدتي ووعدني ان هو هيردهم لي كمان اسبوع. فبتقول له لكشمي بس انا مش معايا المبلغ ده دلوقتي، طب بص خليه يبعت لي تفاصيل اخته وانا هحاول اساعدها. فبيقول لها طالما مش واثقه فيا يبقى ملهاش لازمه المساعده، وبيمشي وهو زعلان. فبتقول لها نسايا فيها ايه يعني لو كنت اديتي له الفلوس؟ فبتقول لها لكشمي انت عاوزاني افتح الخزنه قدامه؟ فبتقول لها نسايا وفيها ايه، ده في النهايه جوزك ولازم تثقي فيه. فبتقول لها الفلوس بتغير النفوس وانا بحب ارفند جدا ومش عاوزه اخسره. وبيغير ارفند هدومه وبيمشي وهو غضبان جدا، وبيفضل يلعن في لكشمي، وبيقرر ان هو لازم يقتلهم كلهم لانها بتتذكى عليه، وبتتصل سوبو عليه وبتقول له انا بيت الضيافه في اوتي تعالى قابلني دلوقتي حالا. فبيروح لها ارفند وبتهدده سوبو بالمسدس. فبيقول لها اسمعي بقى انا عارف انك مش هتقدري تقتليني لانك محتاجاني ومحدش هيعرف يجيب لك الفلوس غير انا. وبيقول لها اختك ما تمتلكش 10 ولا 15 قارور بس زي ما انت فاكره، دي بتمتلك حوالي 500 قارور وحطاهم في قابو سري في البيت، وانا قررت اقتلهم وهم رايحين يقضوا اجازه نهايه الاسبوع اللي في بيت الضيافه، وبعدها انا همسك كل حاجه وانت هتيجي تاني يوم بحجه العزا، وانا همسك فيكي تفضلي هنا وهعينك المدير العام وهنتعامل مع بعض بلطف لفتره، وبعدها هنبيع الممتلكات كلها ونطير بره البلد. فبتعجبها جدا الخطه وبتحضنه وبتقول له وايه رايك لو اتجوزنا كمان بعد ما نسافر بره؟ فبيقول لها مش هينفع لان احنا الاتنين عارفين بعض كويس قوي وده ممكن يوقعنا في مشاكل ويتقبض علينا سوا. وبيقول لها انا من حظي الاسود اني عملت الحادثه اللي وقعتني في فخي. فبتضحك وبتقول له انا اللي خططت للحادثه دي وما كانتش صدفه زي ما انت فاكر. فبيتصدم ارفند وبيقول لها انت فعلا انت مش سهله ابدا ولازم الواحد يخاف منك، بس يا رب ما تبلغيش عني بعد ما ارجع لك فلوسك. فبتقول له ما تقلقش انا هديلك نصيبك وهسيبك. فبيقول لها طب والميموري اللي انت شايلاه في خزنتك؟ فبتقول له دي مش خزنتي دي جوه جسمي. فبيقول لها انت ازاي عملتي كده؟ فبتقول له انت نسيت اني درست طب 3 سنين. وبيستغل ارفند انها سكرانه وبيديها حقنه تشل كل جسمها وبياخدها يحطها في البانيو، وبيقول لها الحقنه اللي اديتها لك دي هتخليكي سامعه وشايفه كل حاجه لكن مش هتقدري تحركي ولا عضو من جسمك. وبيقول لها انا مهنتي ان اتجوز الارامل والمطلقات الاغنياء واستقر معاهم، وبعد ما يكتشفوا حياتي بقتلهم وبشوف هدف جديد. وحادثه جوا دي وقعتني في فخي لكن انت اظهرتي لي هدفي الجديد بكل سهوله، ودي طبعا حاجه لازم اشكرك عليها. وبيخرج الميموري من جسمها وبيخلص عليها لا من شاف ولا من دري. وبيروح ارفند على المصنع وبيلاقي كل الموظفين بيستقبلوه بورد وبيباركوا له، وبيكون مش فاهم اي حاجه وبيسال لكشمي في ايه. فبتقول له لكشمي انا قررت اخليكي المدير العام والوريث الشرعي لكل عقارات لكشمي واملاكها. فبيفرح ارفند جدا لكن بيشوف الموظف ده متضايق، وبيخرج الموظف وبيتصل على المستشار القانوني وبيقول له على كل اللي حصل. فبيجي المستشار القانوني على المصنع وبيقول للكشمي انت ازاي تاخدي قرار زي ده ومن غير ما ترجعي لنا؟ فبتقول له لكشمي ده يبقى جوزي. فبيقول لها الموظف لكنك تعرفيه من 6 شهور بس وما عندناش التفاصيل الكامله عنه. وبيقول لها المستشار ان الجواز قرارك الشخصي ما نقدرش نتدخل فيه، لكن اللي حصل ده يخص حياه الاف العمال وكان لازم ترجعي لنا وخليه في منصبه بشكل مؤقت وما تاخديش اي اجراء قانوني تاني لحد ما نتحقق من تفاصيله كامله، وساعتها نبقى نعمل اجتماع مجلس اداره وناخد قرار نهائي. فبتقول له ماشي. وبيكون ارفند بيتصنت عليهم وسامع كل حاجه، وبيخلي ارفند لكشمي نايمه وبياخد الموبايل بتاعها وبيهكره علشان يسمع كل مكالماتها، وبتتكلم الاخبار عن قضيه قتل جديده ل3 اجانب في مدينه جوا. وبيسمع ارفند الاخبار بتركيز وبتدخله السكرتيره علشان يمضيلها على شيك، فبيمضيلها وهو مش مركز. وبيقولوا الاعلاميين للمفتش ان الجرائم كترت جدا في جوا وانتم مش عارفين تعملوا حاجه، والدليل انكم قلتوا هتمسكوا قاتل جيسي وعيلتها
وعدى 6 شهور لحد دلوقتي وما قدرتوش تمسكوه. فبيقول لهم المفتش اننا ما كناش لاقيين دليل في قضيه جيسي، لكن مؤخرا عرفنا ان جوزها هو اللي قاتل، لان سواق العربيه اللي كان راكب معاه دخل في غيبوبه بعد الحادثه وفاق دلوقتي، وتاكدنا منه ان جوزها هو القاتل، وكمان اتاكدنا ان هو نفس الشخص اللي قتل العيله في كالاكوتا. فبتقوله الاعلاميه وايه اللي مخليك متاكد قوي كده؟ فبيقول لها المفتش ان الجريمتين هدفهم واحد، وهو الارامل الاغنياء وناس في البيت بعد قتلهم لتدمير الادله، والواضح من طريقه قتله انه قاتل متسلل، والنوع ده من القتله مش بيقدروا يفضلوا ساكتين لاكتر من 4 شهور، واكيد هو دلوقتي حدد هدفه التالي، لكن بامر الله هنقبض عليه في اسرع وقت لان ايامه بقت معدوده. وبيغضب ارفيند من اللي بيسمعه، وبيبص وبيلاقي المفتش فيجي داخل عليه وبيقول له انت رهن الاعتقال. فبيتخض وبيقول له ليه؟ فبيضحك فيجي وبيقول له يا عم انا بهزر معاه، وبيعرفه ان هو صديق لكشمي المقرب. فبيرحب ارفيند بيه وبيفضلوا يضحكوا ويتكلموا شويه مع بعض. وبيمشي فيجي وبتقول السكرتيره لارفيند انت اسمك الحقيقي جون؟ فبيقول لها لا طبعا. فبتقول له امال ليه مضيت على الشيك باسم جون؟ وليه من ساعه ما شفت الاخبار وانت مش على بعضك خالص؟ ولما شفت الشرطه اترعبت. وبتعرفه انها كشفته وبتقول له امضتك على الشيك اكبر دليل يدينك. فبيسالها ارفيند عايزه كام؟ فبتقول له بقى قابلني بالليل في بيتي وانا هقول لك. وبيتصل براكاش على لكشمي وبيقول لها الشيك ما وصلش. فبتقول له ماشي انا هشوف الدنيا فيها ايه وهكلمك تاني. وبتتصل لكشمي على الموظف راما وبتقول له ليه الشيك ما وصلش لحد دلوقتي؟ فبيقول لها ازاي؟ انا اديته للسكرتير عشان توصله امبارح. فبتقول له طب اتصل عليها واعرف ايه المشكله. فبيقول لها تليفونها مقفول وما جاتش على المكتب النهارده. وبتتصل لكشمي على ارفيند وبتقول له السكرتيره دخلت لك شيك عشان تمضي عليه امبارح. فبيقول لها ايوه وانا مضيته واديته لها على طول. فبتقول له تمام احنا رايحين عشان نقضي الاجازه في بيت الضيافه وانت بقى تعالى على هناك. فبيقول لها ماشي. وبتبعت لكشمي الشخص ده لديزي في البيت وبيفضل الشخص ده يخبط وبينادي ومحدش بيرد عليه. وبيشوف الكلاب وهما بيلفوا حوالين المكان ده فبيروح يمشيهم وبيبص وبيلاقي سلسله في الارض. فبيشد السلسله وفجاه بتطلع ايد ديزي معاه فبيخاف وبيطلع يجري. وبيتصل فيجي على لكشمي وبيقول لها احنا لقينا سكرتيرتك مقتوله والظاهر ان اللي قتلها مش شخص غريب. فبتتصدم لكشمي وطبعا ارفيند بيكون سامع المكالمه. وبنرجع بالاحداث لورا وبيروح ارفيند لديزي البيت علشان يتفاوض معاها يعني. فبتقول له ديزي انا هاخد منك 50% من الارباح اللي هتجنيها. فطبعا بيرفض وبتقول له خلاص انا هتصل على لكشمي وهقول لها على كل حاجه. فبيضربها ارفيند بكل وحشيه وبيسالها فين الشيك. فبتقول له مش هعرفك مكانه. فبيذبحها ارفيند ارتحتي يا اختي؟ وبيقول لها ارتاحي يا ستي انا هعرف بنفسي. وبيقلب البيت كله عليه وطيه لكن ما بيقدرش يلاقيه. وبنرجع للحاضر تاني وبتروح لكشمي مع ارفيند على بيت ديزي. ولما بتشوف الشرطه مخرجه جثتها ما بتستحملش المنظر وبيسندها ارفيند وبيقعدها في العربيه. وبيسال ارفيند فيجي لقيتوا اي دليل؟ فبيقول له لا لكن واثق ان القاتل حد قريب من هنا وان شاء الله هقبض عليه في خلال 48 ساعه. فبيقول له ارفيند الله يعينك ولما تقبض عليه بقى ابقى عرفني. وبيسيبه ويمشي. وبيقول الشرطي ده لفيجي اننا لقينا الشيك ده في هدوم ديزي. فبيبص فيجي عليه وبيعرف ان هو يخص مصنع لكشمي لكن بتكون الامضه مش واضحه هي لمين. وبيقول للشرطي ابعته للطب الشرعي لان الشيك ده هو اللي هيوصلنا للقاتل. وبيكتشف الطب الشرعي الامضه وبيعرف فيجي انها باسم جون. وبيحقق فيجي في الموضوع وبيقارن امضه ارفيند على شيك للمصنع بالامضه اللي معاه وبيلاقي انها نفس الخط ونفس الاسلوب كمان. فبيشك في ارفيند وبيرن فيجي على لكشمي. فبتكون ميتو بتلعب على الموبايل وبتكنسل عليه. فبيرن على انيسيا وبيلاقيها في انتظار وما بتردش عليه. وبيرجع يتصل على لكشمي مره تانية فبترد عليه وبيحط ارفيند السماعه في ودنه علشان يسمع المكالمه. وبيسال فيجي لكشمي انت فين؟ فبتقول له في بيت الضيافه. فبيقول لها احنا لقينا شيك مع جثه ديزني وممضي باسم جون وانا شاكك ان ارفيند له علاقه بقتلها. خدي حذرك كويس قوي وانا كلها ساعه وهكون عندك وحاولي ما تخليش ارفيند يطلع من البيت. فبتقول له ماشي. وبتفتكر لكشمي لما ارفيند وقع بلسانه مره وقال لها انه اتعلم العزف في الكنيسه. وبتفتكر لما ديزي برضه قالت لها انها شافته في الكنيسه وبتربط اسم جون باللي حصل. وبتتاكد انه مسيحي. وبيطلب ارفيند من لكشمي انها تعمل له فنجان قهوه وبيطلع يفتح شنطته وبيخرج منها الساطور عشان يبدا يمارس مهنته لكن بيوصل له فيديو على الموبايل انهم اصطادوا النمر. فبيغير رايه وبيسيب الساطور وبينزل يحقن لكشمي بالمخدر الجزئي وبيعرفها حقيقه انه قاتل متسلسل وانه وصل لها عن طريق اختها سوبو علشان يسرق فلوسها. لكن بعد ما شاف حجم ثروتها قرر ان هو يستقر هنا. ولما اكتشفت ديزي حقيقته بسبب الامضه قتلها. وبيعرفها انه قتل اختها سوبو
طوب وهي كمان، فبتسمعه نسيا وبتصرخ، فبيدخل لها أرفيند وبيخدرها هي كمان، وبتكون الطفلة نايمة، وبيخرج أرفيند وبيحبسهم في البيت، وبيبدأ مفعول المخدر يروح من جسم لاكشمي، وبتحاول انها تتحرك لكن ما بتعرفش وبتقع على الأرض. وبيروح أرفيند وبيجيب النمر من الغابة وبيطلقه في البيت، وبتعمل لاكشمي نفسها ميتة علشان النمر ما يأذيهاش. وبعد ما بيبعد النمر عنها بتدخل تجري على الأوضة وبتطمن على بنتها، وبتفضل تفوق في نسيا أختها لكن مش بتفوق، فبتديلها صدمة كهربائية تفوقها، وبتقول لها لاكشمي إن أرفيند طلق النمر في البيت علشان يقتلنا. وبتصحى ميتو وبتفرح لما بتشوف النمر، يخرب بيتي، فبتسد مامتها بقها، وبيدوروا على موبايلاتهم مش بيلاقوها، وبيكون الخنزير أرفيند خدها معاه، وما بتلاقيش لاكشمي مخرج لأن أرفيند بيكون قافل كل البيبان عليهم. وبتقول لاكشمي لأختها استخبي انتي وميتو هنا وانا هروح افتح الباب السري، وبتتسحب لاكشمي وبتحاول تكسر حديد الشباك ده، فبيشوفها النمر وبيهجم عليها، لكن بتقدر لاكشمي انها تخرج في اخر لحظه. وبيلاقي فيجي شجره سد الطريق، فبيلف بالعربيه من طريق تاني، وبتدخل نسيا تستخبى تحت السرير بميتو، وبتفضل لاكشمي تصرخ عشان حد يسمعهم، فبيسمعها أرفيند وهو قاعد في العربيه وبينزل يضربها، وبيطلع النمر فوق السرير اللي نسيا مستخبيه تحت، وبيفضل أرفيند يضرب في لاكشمي بكل قوته، وبيشوف النمر نسيا تحت السرير وبيحاول يوصل لها، وبتترجى لاكشمي أرفيند وبتقول له خد حياتي لو عاوزها، بس أرجوك انقذ نسيا وبنتي. وطبعا الحيوان ما بيسمع لهاش وبيخنقها، فبتضربه لاكشمي بطوبه في راسه، فبيغضب أرفيند جدا وبيمسك دي وبيحاول يقتلها بيها، لكن بتقدر لاكشمي تفدي نفسها، وبتخرج نسيا بميتو من تحت السرير وبتطلع تجري على فوق، وبتضطر لاكشمي انها تدخل البيت تاني عشان تهرب من أرفيند، وبتستخبى نسيا بميتو جوه مكان سري في سقف الأوضة، وبيوصل فيجي وبيفضل يخبط وينادي ومحدش بيرد عليه، فبيبص من فتحة الباب وبيشوف النمر، فبيتخض وبيقع على الأرض، وبتسمعه لاكشمي وبتجري تفتح الشباك وبتقول له أرفيند قاتل وحبسنا هنا، فبيقول لها هو فين أرفيند دلوقتي، فبتبص بتلاقيه وراه، وبيضرب أرفيند فيجي بالجرافة دي بكل قوته، بيخليه يفقد الوعي، وبياخده في العربية وبيمشي، وبتخبي نسيا ميتو في الكرتونة دي، وبتمد رجليها عشان تنزل تشوف النمر، فبتلاقي النمر نط على رجليها وجرحها، وبيفوق فيجي في الطريق وبيخنق أرفيند وهو سايق، وبيخبط راسه في الدركسيون وفي الإزاز كمان، والنمر بيجري ورا لاكشمي لما بيشوفها، فبتستخبى منه في الدولاب، وبتقع نيسيا من على السلم وهي بتجري، وبيفضل فيجي وأرفيند يضربوا في بعض، وبيشوف النمر لاكشمي جوه الدولاب، فبيفضل يكسر فيها علشان يوصل لها، فبتلاقي لاكشمي الولاعه دي والسبراي ده، فبتولع في وشه علشان تبعده عنها، وبتطلع ميتو من الكرتونه وبتقع من فتحه السقف، وبيشوفها النمر وبيهجم عليها علشان ياكلها، لكن بتنقذها مامتها في الوقت المناسب، وبتحدفها قوام من الفتحه دي، وبتقوم نسيا وبتشيل ميتو، وبتقول لها لاكشمي خديها واهربي بسرعه، والنمر بيجرح لاكشمي بمخالبه في رجليها، وبيحاول يوصل لها لكن ما بيعرفش، وبيضرب أرفيند فيجي بحجر في راسه يموته، وبتلاقي لاكشمي مسدس وبتحاول تقتل النمر لكن ما بتعرفش، والرصاص بيخلص منها، وبتحاول تهرب من الشباك لكن بيهاجمها النمر وبتقع على الازاز وبيتكسر بيها، وبتقع وهي فاقده الوعي، وبيرجع أرفيند على البيت بالبندقيه، وبيفتح الباب وبيدخل يلاقي لاكشمي فاقده الوعي على الارض، فبيحركها برجله، فبتكون بتمثل، وبتمسك الازازه دي وبترشعها في رجله، وبتاخد منه البندقيه وبتضربه في وشه، وبيهجم النمر على أرفيند يموته، وبتخرج لاكشمي واختها وبنتها من البيت بسلام، وبتقفل الباب. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.